بينما كان السجين يأكل فرك الملعقة الحديدية بنعل حذائه، ثم نادى الحارس وطلب ملعقة نظيفة، وطلب زميله في الزنزانة أيضا استبدال الملعقة. لم يكن لدى الحارس خيار سوى الموافقة على طلبهم. استغل الرجل انشغال الحارس وأخذ مباشرة الملعقة الجديدة من صندوق الأواني، لكنه في الواقع أخذ ملعقتين. كسر الملعقة إلى نصفين وأزال مقبض الضغط من مقص الأظافر، ثم باستخدام المبرد الخاص بمقص الأظافر طحن سبيكة المغنيسيوم من عملة معدنية إلى حبيبات شكل مقبض الملعقة ومقبض الضغط بالشكل المطلوب، ورش مسحوق المغنيسيوم عند الوصلة وأشعلها بالنار ليلحم القطعتين معا. ثم بدأ في نحت الحائط، لكن الحارس فجأة شم رائحة احتراق. بدأ سجين آخر في الزنزانة المجاورة، وكان في استراحة يطرق القضبان بكوب، مما جعل الرجل يدرك ما يحدث. فغطى بسرعة الثقب بغطاء صندوق موسيقى وصب الحطام في المرحاض، لكنه أسقط أدوات النحت على الأرض عن طريق الخطأ. قال الحارس: أشم رائحة احتراق. رد الرجل: همم، لا أشم شيئا. لحسن الحظ ظن الحارس أنه يتخيل، فانجا من المشكلة. بعد رحيل الحارس وصل الرجل نحت الحائط، لكنه وجد أن القضبان الحديدية ملحومة بين قضيبين من الصلب، ولا يمكن ثنيها باليد. في اليوم التالي في طريقه إلى العمل استغل غفلة الحراس لرمي الحطام على الأرض. لاحقاً خلال استراحة العمل صنع شظية خشبية من الصفيحة المعدنية، ولكن عندما كان على وشك أخذ الشظية انطلق جهاز كشف المعادن عند المدخل. بشكل غير متوقع أخرج الرجل الشظية بنفسه وكذب قائلاً إنه يريد استخدامها لتدليك جواشا. قال له الحارس بغضب: أنت غبي، أبعدها. صادر الحارس الشظية، لكنه لم يكن يعلم أن الرجل لا يزال يخفي واحدة أخرى في حذائه. وضع الشظية في الفجوة بين الشبك الواقي والقضيب الحديدي، وركل نقطة الضغط عدة مرات، فارتخى الشبك. أزاحه وأدخل رأسه في الثقب، واكتشف أنه يمكنه الصعود إلى السطح عبر الأنابيب. ثم سلم أدوات الهروب لثلاثة من زملائه في الزنزانة، وطلب منهم البدء بحفر ثقوب أيضاً لزيادة فرص الهروب. لكن لتجنب اكتشاف الحراس جمع لوحاً خشبياً على شكل فتحة تهوية. بما أن السجناء هنا لديهم الحق في التقديم لطلاء، حصلوا على بعض الطلاء، وبعد تحديد حجم التمويه قام بدهانه. لكن الخطوة التالية كانت مفتاح الهروب كله.